تسمية محافظة الحسكة هسكا. إن سكان الحسكة هسكا الأصليون هم أحفاد الكرد الهوريين والسوبارتيين، وهم بناتها الأوائل. إنهم الكرد الإيزيديين الشمسانيين الذين تذكرهم المصادر التاريخية بالبير تاويين، أي رجال الدين الشمسانيين، وهم الذين ذكرهم عالم الآثار وأستاذ التاريخ في جامعة لندن العالم ديفيد أوتس، وقال عنهم إنهم كانوا يهرولون إلى معبد الشمس في الصباح الباكر مرتدين ملابسهم البيضاء. وقد بنيت الكنيسة الكلدانية على أنقاض المعبد الشمساني الإيزيدي بعد استعمار الفرنسي الذي بنى معسكره في مدينة الحسكة الكردستانية. استقبلوا الناجين من مذابح التركية الطورانية في القرن الماضي، ولم يكن وقتها هنالك تواجد للعرب في مدينة سوى بعض البدو الرحل من رعاة الغنم الذين كانوا يخيمون في أطراف المدينة. ويذكر عالم الآثار الفرنسي جان ماري دوران بأن مملكة كردان كانت عاصمتها شنغال، وكانت تضم كامل الجزيرة الكردية مزرابوطان، وتضم حتى مدينة دير الزور، حتى مدينة يمخاد حلب. والأهم من كل هذا هو أن الكرد البيرتاويين الذين تحدث عنهم العالم ديفيد أوتس هم بالتحديد العشيرة الإيزيدية الهسكانية، وتمتد تسمية مدينتهم على عشيرتهم هسكا حسكة هسكا. وكانت هذه العشيرة العريقة منتشرة في كامل الجزيرة الكردية من شنغال إلى هسكا حسكة، ومن ضمنها ما تسمى شدادي. سردار رامان.